عندكم كده قواعد تورتة أو حتى قواعد حلويات؟ تعالوا بقى النهاردة نعمل منهم أفكار حلوة جدا وكمان كلنا محتاجينها. أول فكرة عندي النهاردة هستخدم فيها القاعدة دي زي ما احنا شايفين. هبتدي بس إن أنا أجيب كده قطعة قماشة وبعد كده همسحها كويس وهتنضف معانا وهتبقى كويسة جدا إن احنا نستخدمها بعد كده. هبتدي بقى كده إن أنا أحط شمع زي ما احنا شايفين بالطريقة دي بطريقة عشوائية كده، وبعد كده هبتدي بقى إن أنا أثبت القماشة بتاعتي هتثبت معانا كويس جدا. لو ظهر بقى كده معانا أي زيادات هبتدي إن أنا أمشي عليها كده بالمقص زي ما احنا شايفين مع بعض. كده بقى هتكون القماشة بتاعتنا وكمان القاعدة بتاعتنا نفس المقاس زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده بقى هستخدم حبل خيش زي ما احنا شايفين مع بعض كده، هبتدي انا اثبته كده على الحواف بالطريقة دي. بنحط الشمع بتاعنا وبعد كده بنمشي هيمسك معانا كويس جدا. هنا لو ظهر بقى كده عندي اي زيادة في الشمع هشيلها اول باول علشان طبعا ما تثبتش معانا بعد كده. والمكان كده بقى اللي انا هثبت عليه الحبل بتاعي اضغط عليه كويس علشان كمان برضو اضمن ان هو يثبت معانا كويس قوي. حط بقى كده لايك جميل زيك وكمان انزلي كده في التعليقات اكتبي لي محتاجه ان احنا نعمل اعاده تدوير لايه مع بعض. كده خلاص بقى عملت اول واحده، هبتدي كمان برضو ان انا اكرر العمليه زي ما احنا شايفين مع بعض بالشكل ده، واحاول برضو كده ان انا ما اسيبش كده اي فجوات ما بينهم وبين بعض. هعمل واحده كمان، مش هعملها طبعا كلها، هو ده بس المقاس اللي انا محتاجه ان انا اعمله. بعد كده بقى هبتدي ان انا استخدم هنا اي جوبير وهثبته بالطريقه دي. هاجي بقى دلوقتي من فوق الجبير بتاعي وهبتدي ان انا اثبت برضو جزء تاني من حبل الخيش اللي معايا. ممكن كمان على فكره نستخدم كلفه، مفيش مشكله خالص، الفكره كلها ان انا محتاجه بس ان انا اكسر الالوان اللي عندي. الحبل طبعا لسه معايا وما قصناهوش خالص، هبتدي بقى دلوقتي ان انا ارسم الرسمه دي وهنشوفها برضو بصوره اوضح دلوقتي. رسمه بس كده عشوائيه بالشمع بتاعي علشان محتاجه طبعا ان الشكل اللي فوق ده يكون شكله احلى من كده. زي ما احنا شايفين ببتدي بس ان انا احط الشمع بتاعنا وبعد كده بمشي عليه بالحبل اللي معايا، والمكان اللي انا هحط فيه شمع اول باول كده ابتدي اضغط كده عليه بايدي علشان اضمن ان هو هيكون ثابت عندنا بعد كده. مش هتاخد مننا على فكره وقت ولا اي حاجه، زي ما احنا شايفين هتخلص معانا بسرعه جدا. ببتدي بس ان انا احط الشمع بتاعنا بالطريقه دي، وممكن على فكره نرسم اي رسمه تانية احنا حابينها، مش لازم خالص طبعا نرسم رسمه معينه، بس طبعا الرسمه دي سهله جدا فاي حد ممكن طبعا ان هو ينفذها. حبيت كمان بقى ان انا اضيف في الجزء اللي تحت ده برضو جزء تاني من حبل الخيش اللي معايا عشان طبعا يكون الشكل عندي ظاهر اكتر واكتر. وكده بقى هنكون عملنا كوستر شكله حلو جدا ومحدش خالص هيصدق عملناه بايدينا، وفكرته بسيطه جدا وكمان سهله قوي. ودي كانت اول فكره عندنا النهارده، يلا بقى كده حطوا لايك جميل لاول فكره. وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتاني فكره عندنا النهارده. وتاني فكره بقى عندنا النهارده هستخدم فيها بقى دلوقتي برضو قاعده الحلويات زي ما احنا شايفين مع بعض. جبتها هنا وبس، كل اللي احنا هنعمله هبتدي بس ان انا اقسمها هنا نصين، وهنا استخدمت القطر عشان طبعا تكون سهل عندي. الجزء برضو اللي فيها ده كان زياده هبتدي برضو ان انا اشيله برضو بالقطر وبعد كده همشي عليه بالمقص، مفيش مشكله خالص. نفس الفكره برضو هروح الناحيه التانية وبرضو هشيل الجزء ده بالقطر وبعد كده برضو هبتدي انا اكمل بالمقص. طيب بعد ما خلاص بقى قصيناها والدنيا كلها تمام وكمان سويناها، هبتدي بقى انا اجيب دلوقتي المسدس بتاعي وهبتدي بقى ان انا احط الشمع بتاعنا بالطريقه دي. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب جزء تاني برضو اللي احنا كنا عملناه برضو قبل كده وهبتدي انا اثبتها عليها زي ما احنا شايفين. كده بقى بقت متينه معانا جدا جدا. وبعد كده هستخدم هنا الاستيكر الذهبي، ممكن طبعا استخدم اي لون انا حباه. هنا اول حاجه ثبت الاستيكر بتاعنا وبعد كده هبتدي ان انا اقلبها ونعمل بقى دلوقتي القصاقيس بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، وكل القصاقيس دي بقى هبتدي ادخلها طبعا ناحيه جوه بالشكل ده. هتمسك معانا كويس جدا والدنيا كمان هتكون مظبوطه قوي. طيب بعد ما خلاص بقى عملناها كلها زي ما احنا شايفين بالشكل ده، هبتدي برضو نجيب قطعه تانية وهبتدي بقى ان انا اثبتها من فوقها كده بالطريقه دي علشان طبعا يكون الشكل عندنا حلو من قدام وكمان طبعا من ورا. بعد كده بقى هبتدي انا اجي هنا هقلبها كده وبعد كده هشتغل بيها بقى او فيها بقى بمنتهى السهوله. اول حاجه حطيت هنا الشمع بتاعي وبعد كده هبتدي انا استخدم هنا برضو حبل الخيش، زي ما قلنا هو حلو جدا وحلو قوي طبعا هنستخدمه في الاعمال بتاعتنا. هعمل كده اول حاجه اطار بالشكل ده، وطبعا اي شمع زياده زي ما قلنا كتير قبل كده بنشيله برضو اول باول علشان ما يمسكش معانا بعد كده. ثبت هنا الثلاث جهات وبعد كده هبتدي برضو ان انا اثبت الجهه الرابعه. وهنا بقى مش هقص خالص الزيادات بتاعتي لاني محتاجه برضو ان انا اعمل اطار كده يكون شكله كويس. فهبتدي بس ان انا اثبت الجزء بتاعنا هنا وبعد كده هبتدي برضو ان انا امشي عليها تاني من ناحيه بره. هتدينا بقى شكل طبعا احلى من اللي هتكون عليه في الاول. طيب بعد كده بقى طبعا هنشيل بقى الزياده اللي بتاعتنا دي اللي احنا ما احناش محتاجينها خالص دلوقتي. وهاجي هنا بقى بالمسدس بتاعي وهبتدي انا اثبت الجزء ده كويس جدا علشان طبعا يثبت معانا كويس قوي.
بعد ما خلاص بقى ثبتنا الجزء بتاعنا والدنيا كلها تمام، ندور بقى كده في المطبخ بتاعنا على اي برطمانات تكون قديمه ما احناش محتاجينها. هنا كان عندي البرطمان ده، هبتدي اول حاجه ان انا اجيبه، وبعد كده هبتدي طبعا ان انا احط في النص كده زي ما احنا شايفين الجزء ده، وبعد كده هستخدم بقى هنا برضو حبل الخيش بتاعي. طبعا الاستيكر اللي احنا مستخدمينه هنا في نص البرطمان هو نفس الاستيكر اللي احنا استخدمناه في القاعده اللي كانت قبل كده، فطبعا اكيد هنكمل بيه. وبعد كده هبتدي برضو ان انا احط جزء تاني في الجزء اللي تحت، وعلشان بقى البرطمان بتاعنا يظهر اكتر واكتر هبتدي ان انا احط كده ورده فوق بالشكل ده، وكمان برضو هبتدي ان انا احط كده ورده الناحيه التانية في الجزء اللي تحت. عملت كمان برطمان تاني هيكون برضو نفس المقاس وكمان نفس الشكل زي ما احنا شايفين مع بعض. عملت طبعا الاتنين دول زي بعض زي ما قلنا، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اجيب القاعده دي اللي احنا عملناها مع بعض الاول، وهبتدي بقى هنا استخدم اللولي ده. اللولي طبعا لولي خشب حلو جدا هنستخدمه، وكمان رخيص جدا جدا. هحط هنا واحدة الناحية دي، وكمان برضو واحدة الناحية التانية في الجهة المقابل ليها، واكيد برضو هحط اتنين الناحية التانية. نقلب بقى دلوقتي القاعدة بتاعتنا اللي بقت جاهزة دلوقتي هنستخدمها. بس اول حاجة هاجي هنا في الجنب، طبعا الجزء ده ما ينفعش خالص ان احنا نسيبه كده، فهبتدي انا استخدم نفس الورد اللي انا استخدمته طبعا في البرطمانات اللي احنا عملناها مع بعض، وبكده بقى هتكون الدنيا كلها طبعا اكيد واكلة من بعضها. هاجي بقى دلوقتي في القاعده هنا بتاعه البرطمان بتاعي، واول حاجه هبتدي ان انا احط عليها شمع بالشكل ده، وبعد كده هبتدي ان انا اجي هنا في الجنب واثبتها. بعد ما خلاص بقى ثبتنا اول واحد، اكيد برضو هنروح الناحيه التانية للجزء التاني، وبرضو هاخد البرطمان بتاعنا وهبتدي بقى ان انا اثبته بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف هنستخدمها ازاي. هستخدمها بقى كمنظم بالشكل ده، فكرته حلوه جدا وكمان عمليه قوي. عايزه اقول لكم ان انا حاطاه في الحمام وفعلا شكله حلو جدا. ودي كانت تاني فكره عندنا النهارده. حطوا بقى كده لايك لتاني فكره عندنا، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتالت فكره عندنا النهارده. على فكره عايزه اقول لكم المنظم ده ممكن طبعا نستخدمه في اي حاجه تانية احنا حابينها، مش لازم خالص نستخدمه طبعا زي ما انا مستخدماه كده. تالت فكرة بقى عندنا النهاردة زي ما احنا شايفين، هبتدي برضو ان انا استخدم فيها قاعدة الحلويات او قاعدة التورتة. وهنا بقى هستخدم اي صورة انا حابة استخدمها، ايا كان بقى شكلها وايا كمان كان حجمها، مفيش مشكلة خالص. اهم حاجة انها تكون برضو ماشية مع القاعدة بتاعتنا. هثبت بقى الصورة بتاعتنا كده من جميع الجهات بالشمع بتاعي. ممكن على فكرة نستخدم صورنا لو احنا حابين نطبعها، وبعد كده طبعا نكبرها ونستخدمها برضو بنفس الطريقة. طيب بعد كده بقى هاجي من فوق، شايفين هنا الجزء بتاع الصورة اللي فوق ده، هبتدي ان انا اجي كده من عنده، وبعد كده هستخدم الشريط الذهبي ده. هيديني شكل حلو جدا، وكمان برضو هيحدد لي الصورة اكتر واكتر. ممكن كمان نستخدم لولي اذا حابين، مفيش مشكلة خالص، البدايل كتيرة جدا، اهم حاجة عندنا تكون الفكرة موجودة. بحط بس كده خط رفيع من الشمع علشان طبعا الشمع بتاعنا ما يطلعش كتير، وكمان كده يبان من الحروف. وخط رفيع زي ما قلنا برضو كتير، يعني ما اضغطش كده على المسدس بتاعنا علشان طبعا ما يطلعش شمع كتير. همشي عليها كلها بنفس الطريقة لحد ما اعملها كلها. ممكن على فكرة نستخدم اي قاعدة احنا حابينها، اذا كانت مستطيلة زي اللي معايا او حتى كمان مربعة، او حتى كمان لو كانت على شكل دايرة مفيش مشكلة خالص. اللي عندك هاتيه واستخدميه. كده خلاص خلصنا بقى الزيادة بتاعتنا. تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنحط بقى ايه في الجزء ده. هنحط حاجة بس تكسر لنا الالوان بتاعتنا وكمان تظهر لنا بقى الدنيا اكتر واكتر. حبيت برضو هنا ان انا استخدم زي ما احنا شايفين حبل الخيش ده، هيديني شكل حلو قوي، وزي ما قلنا هيظهر لي بقى الدنيا اكتر واكتر. نحط الشمع بتاعنا وبعد كده نمشي عليه على طول كده بالحبل اللي معانا، هيدينا شكل حلو قوي، وكمان زي ما قلنا هيظهر لنا الدنيا قوي. المكان برضو اللي هناك ده هبتدي انا اثبت فيه برضو الجزء اللي معايا زي ما احنا شايفين. مش هتاخد مننا وقت ولا اي حاجه، والاعمال اليدويه على فكره اللي بيحبها مش هيحس خالص ان هي بتاخد وقت معاه. بتبقى حاجه حلوه جدا ان احنا كده نعمل حاجه بايدينا وبعد كده نشوف نتيجتها. اكيد طبعا اي حد بيكون سعيد قوي بالنتيجه بتاعته. هنا بقى هبتدي ان انا اعمل تعليقه زي ما احنا شايفين، عملتها بالشكل ده، وبعد كده اكيد هشيل بقى كل الزياده اللي عندي. بعد ما خلاص بقى شلنا الزياده بتاعتنا والدنيا كلها تمام، وكمان عملنا بقى الجزء اللي فوق بتاع التعليقه، هبتدي برضو كده ان انا اجي في الجزء ده، وهبتدي برضو ان انا اثبت فيه جزء تاني من الحبل اللي معايا. هيحدد لي بقى دلوقتي القاعده بتاعتنا، وكمان هيظهر لنا برضو الصوره اكتر واكتر من كده. همشي بقى عليها كلها برضو بنفس الطريقه، واهم حاجه عندنا ان انا اقرب كده المسافات من بعضها علشان ما اسيبش اي فجوات عندنا تكون ظاهره بعد كده. زي ما احنا شايفين مفضلش بقى دلوقتي غير الاجزاء البسيطه دي، هبتدي انا احط فيها برضو شمع، وبعد كده هبتدي برضو ان انا اكملها. ده اخر جزء هبتدي برضو ان انا اثبت فيه الشمع بتاعي، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اقص الزياده اللي عندنا. طيب بعد كده بقى هعمل ايه بعد ما نقص الزياده بتاعتنا والدنيا كلها تكون تمام؟ اثبتها بقى كويس هنا زي ما احنا شايفين كده بالطريقه دي. وبعد كده بقى ممكن جدا استخدم حاجتين، اذا كانت بقى كرتونه كده واعملها على شكل مستطيل، او حتى كمان بالشكل اللي معايا ده. طبعا دي العصايه بتاعت خافض اللسان حلوه جدا هنستخدمها، مش موجوده مفيش مشكله خالص، ممكن طبعا نستخدم اي كرتونه زي ما قلنا.
هبتدي اول حاجه ان انا الف عليها كده خيط المكرميه او حتى كمان خيط خيش. هنا حبيت طبعا ان انا استخدم خيط خيش عشان تكون الدنيا كلها لايقه على بعضها. عملت منها اتنين، اول واحده هبتدي انا اثبتها كده في الجزء اللي تحت زي ما احنا شايفين مع بعض، وبعد كده هبتدي انا اجيب التانية وهبتدي بقى انا اثبتها في الجزء اللي فوق. اول حاجه هتديني شكل حلو جدا، وكمان بقى هتداريلي النهايات بتاعه الحبل بتاعتي. وبعد كده هستخدم المسامير دي حلوه جدا، هبتدي انا اثبتها بالشكل ده، مجرد بس ما بلفها بتثبت معايا كويس جدا. حطيت هنا واحد الناحيه دي، وكمان برضو هبتدي اروح كده الناحيه التانية، وهبتدي برضو ان انا احط واحد تاني. وبعد ما خلاص بقى ثبتنا المسامير بتاعتنا، تعالوا نشوف بقى دلوقتي هنستخدمها في ايه وهنستخدمها ازاي. هستخدمها كتعليقه المفاتيح بالشكل ده، فكره حلوه جدا وكمان عمليه قوي. وده كان فيديو النهارده، اتمنى فعلا يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناه لو انتم النهارده لسه مره بتشوفوني. وطبعا هستنى تعليقاتكم جميله، وعايزه اعرف ايه اكتر فعلا الفكره عجبتكم اكتر ممكن تنفذوها. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله وامنه.